ويا صباح الفل. ازيكم عاملين ايه؟ انا هنا علشان نتكلم مع بعض ونحكي مع بعض عن رحلة هندور فيها على اسرار السعادة. اكيد كلنا تقريبا بنبص كده في يومنا وندور ونقول: هو انا ليه حاسة باكتئاب؟ هو انا ليه متضايقة؟ هو انا ليه مش حاسة بالراحة ولا مبسوطة؟ كلنا بنقوم من النوم حاسين ان احنا مفرهدين تعبانين، ما عندناش طاقة نكمل يومنا، حاسين ان احنا مش سعداء، حاسين ان احنا في حاجات كتير في حياتنا مقرقانا وتعبانة ومش مخليانا حاسين ببركة اليوم ولا بالسعادة والحاجات الحلوة اللي في حياتنا. يمكن نكون مركزين ان السعادة في لبس جديد مثلا، او في فلوس كتير، او سفرية بعيدة، او فسحة حلوة، في حاجة مش لمسينها. احنا دايما كلنا بنفكر كده ان الحاجة اللي مش موجودة هي دي اللي موجودة فيها السعادة. انا هقولك فين بالظبط السعادة، بس خلي بالك اول ما هتفكري انك تغيري تفكيرك وفكرك عن السعادة، او حاسة ان انتي بتدوري عليها بجد ومن قلبك، هتلاقي الشيطان واقفلك وبيقولك انتي نسيتي انك مش سعيدة في حياتك مع زوجك، ونسيتي كمان ولادك اللي مقرقين عليكي عيشتك، نسيتي ابنك اللي على طول اللي 10 ايام من الشهر والباقي كله حاسه ان انت مقضياه سلف. كل ده هيدور في دماغك، وتقريبا كده كلنا نفس الشخص ده. بس خدي بالك، اللي بيدور على السعاده بجد بيلاقيها، واللي بيشيل افكار الشيطان من دماغه وبيدور على حل سريع بيعرف يوصل. بس انا اتكلمت مع ناس كتير جدا، او سيدات كتير جدا، وتقريبا كده كلنا نفس الست اللي بيدور في دماغها كل الكلام ده، وبالذات اول ما نصحى من النوم ونسأل نفسنا: هو ليه انا مش سعيدة؟ هو انا ليه مش حاسة براحة؟ طب انا ليه مش مبسوطة؟ هقولك ليه. علشان احنا مركزين ان السعادة في الاشياء المفقودة واللي هي مش موجودة عندنا اصلا، او في لبس جديد شيك وغالي وحاجة فخمة، او في بيت كبير وواسع وكله شبه البيوت التركي مثلا، البيت التركي والعفش التركي والحاجات دي، او مثلا في فلوس كتير ومش موجودة عندنا، او في خروجة حلوة، او في سفرية بعيدة، او كل الحاجات دي بنسأل نفسنا عليها كل يوم. بس انا عارفة السر في ايه، في حاجة مش بعيدة عنك خالص، عن قصص وحكايات كلها بتحكي انا ازاي اوصل لاحساس السعادة، وهنتعلم ازاي نلاقي السعادة في ابسط التفاصيل اللي في حياتنا وحوالينا. انا النهاردة هحكي لكم قصة بسيطة جدا، كانت في بنت صغيرة اسمها ليلى. ليلى دي كانت دايما بتدور على السعادة في كل حاجة حواليها، وتقول يمكن الاقي السعادة في فستان جديد، او في لعبة جديدة لما اشتريها والعب بيها مع اصدقائي، او في كلمة حلوة من واحدة صاحبتي وتقولي ايه الشياكة دي، او ايه الجمال ده، او ايه الحلاوة دي، مجرد ان انا اسمع الكلمة هبقى سعيدة. ولكن كانت كل مرة كانت بتحس ان الفرحة بتيجي لحظة وبعدها خلاص بتختفي، وهكذا ما كانتش بتحس ابدا بالسعادة اللي نفسها فيها، ودايما حاسة بالنقصان ومش عارفة توصل للسعادة الحقيقية اللي هي نفسها فيها. ويوم ورا يوم وسنة ورا سنة كبرت ليلى ولسه نفس السؤال بيلف في دماغها: هي فين السعادة الحقيقية وازاي هلاقيها؟ وفي يوم وهي قاعدة زعلانة ومخنوقة وعمالة تتبطر على عيشتها وحاسة ان هي مش عارفة تكون سعيدة بالشكل اللي هي عايزاه، ومفيش حاجة ابدا سعداها مهما كانت الحاجة دي، مفيش اي حاجة بتسعدها. راحت جدتها بصت لها كده وقالت لها: يا ليلى، انتي بتدوري في المكان الغلط، السعادة مش هتلاقيها بره، السعادة جواكي. الكلمة دي خلتها وقفت واقفة كده مع نفسها وقالت: ازاي يعني ايه السعادة جوايا؟ سألتها: يعني ايه يا جدتي السعادة جوايا؟ قالت لها: دوري عليها وهتلاقيها. طبعا هي ما عرفتش وما فهمتش، وحست ان هي يعني جدتها توهتها، انا ما فهمتش حاجة. بس هي قررت تسمع كلام جدتها وقرروا جوه نفسها، ومن يومها بدأت تمسك ورقة وقلم وقالت: هجرب، ويمكن جدتي كلامها صح،
وكل يوم قبل ما تنام تكتب كل حاجة صغيرة وتفصيلة بسيطة حصلت لها النهاردة في يومها وكانت حاسة بالسعادة. يعني مرة كتبت ضحكت مع ماما واحنا بنشرب كوباية شاي. مرة تانية كتبت شفت منظر الغروب كان عاجبني جدا والسما كانت صافية والوانها متناسقة مع بعضها. مرة تانية كتبت صاحبتي افتكرتني النهاردة وبعتت لي كلمة صباح الخير وبعدها كتبت لي رسالة حلوة. مرة تانية كتبت النهاردة كان ليا أصدقاء من عام دراسي فات من زمان، لقيتهم عاملين جروب ودخلوني فيه وكانوا بيتكلموا كلام حلو قوي وبيتكلموا عن الأيام الحلوة اللي فاتت، وهكذا. وفضلت كل يوم تكتب صفحة ورا صفحة، ومع مرور الأيام والوقت بقى الورق كتير جدا وذكرياتها الحلوة بقت أكتر، اللي هي عمالة تكتبها كل يوم بتفاصيلها. الورق بقى كتير والذكريات بقت حلوة والرسائل اللي هي بتكتبها لنفسها بقت كتير قوي. وقتها ليلى عرفت وفهمت ان السعادة مش حدث كبير هي مستنياه او حاجة كبيرة هي هتحصل لها ومستنياها، لا خالص. ليلى اكتشفت ان السعادة هي اللحظات الصغيرة اللي بتتكرر كل يوم في يومها بدون مشاكل، بدون توتر، بدون قلق، بدون مجهود منها. اكتشفت ان السر كله في الرضا والشكر، النعمة اللي بيخلي قلبها اهدى وروحها انقى. وعشان كده انا عايزة اقول لكم، عايزين تعرفوا سر السعادة فين؟ ما تبصوش بعيد، بصوا حواليكم، بصوا في كلمة حلوة، في ضحكة صافية، في كوباية شاي دافية، في حد بترتاحوله بتحبوا تقعدوا معاه، في حضن من ولادي وهم صحتهم كويسة، في بيت مقفول عليا وليه 4 حوائط، في زوج صالح، في رزق مكفي يومي، في اي حاجة بسيطة بتعيشيها في يومك. مش شرط ان السعادة هلاقيها في حاجة كبيرة وجلل او في بيت واسع او في حاجة مش ملكاها، لا 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 لا، بالعكس. السعادة مش في كل ده، السعادة في حاجة قريبة جدا منك ويمكن أبسط مما تتخيلي. عارفة لو اتأملتي في يومك كده وانت قاعدة متوضية وصليتي ركعتين شكر لله كده وهديتي وقعدتي كده قعدة صفا أو قعدة رضا، قعدتي كده فكرتي أو بحثتي عن السعادة، هتلاقي تفاصيل صغيرة قوي. كوباية قهوة بسيطة قدرتي تشربيها النهاردة، دعوة حد بيحبك، غيمة مطر حسستك بذكريات حلوة وحسيتي الجو حلو قوي ودافي. يعني حاجات بسيطة، لمة أهل وأحباب وأصحاب، مشوار مع حد بتحبيه، رسالة حلوة جاتلك، إنجاز مهام في يومك. ده ممكن يبسطك على فكرة، إنك تنجزي حاجة بيتك، ده حاجة حلوة قوي في حد ذاتها. انك يبقى فيكي صحة تقومي تخدمي بيتك واولادك وتخدمي نفسك، دي في حد ذاتها اكبر نعمة من ربنا، لازم نشكر ربنا عليها. ممكن تلاقي السعادة في اكلة بتحبيها وبتنتظريها من الشهر للشهر عشان تعمليها. ممكن تلاقي السعادة في قطعة كيك وكوباية شاي في البلكونة وانت قاعدة هادية ورايقة وبيتك مترتب ورايق وما عندكيش مشاكل، بيتك كله سعادة، حياتك كلها هدوء. الحمد لله ان مفيش عندي طفل مريض، الحمد لله ان ما عنديش طفل معاق، الحمد لله عندي بيت مقفول عليا وفي 4 حيطان لمني انا وزوجي واولادي، الحمد لله عندي اللي يكفي قوت يومي النهارده، الحمد لله. كل دي حاجات تحسسك بالسعادة. انتي ليه بتدوري على البعيد؟ انتي ليه عايزة تمسكي الحاجة البعيدة اللي انتي مش قادرة توصلي لها؟ ليه عايزة السعادة تكون في الحاجة البعيدة اللي لما توصلي لها مش هتحسي فيها بسعادة؟ على فكرة حاولي تدوري في الحاجة اللي قدامك، الحاجة القريبة منك، الحاجة البسيطة اللي انتي بتعيشيها. كل ما تحسي انك حاسة ان انتي مش سعيدة، افتكري ان ربنا رزقك باطفال بدون مجهود منك، افتكري ان ربنا بعتلك اطفال من غير ما تصرفي فلوس وملايين، افتكري ان ربنا كرمك من غير ما تقعدي 10-15 سنة من غيرهم، افتكري ان لقيتي زوج صالح ورضاكي بيه،
افتكري انك اتجوزتي وما عنستيش وقعدتي في بيت اهلك تسمعي كلمة من ده ومن ده. افتكري ان عندك دولاب وفيه هدوم غيار واتنين وتلاتة، غيرك ما بيلاقيش الا غيار واحد، ويمكن لو كتروا قوي يبقوا اتنين، يغسل واحد ويلبس التاني. كل الحاجات دي لازم نفتكرها وناخد بالنا منها كويس جدا. ركزي فيها وانت هتفهمي معنى السعادة بجد. وهنا عايزة اقولك اتمنى من كل قلب ان القصة تكون عجبتك ولمست قلبك الصافي، وخليكي فاكرة دايما ان السعادة سر موجود جواكي. واتمنى انكم تشجعوني وتعملوا لي لايك للفيديو لو عجبكم، وتشتركوا في القناة عشان نكمل الرحلة دي مع بعض، رحلة اسرار السعادة. ويا رب يكون الفيديو كان خفيف عليكم وعجبكم. واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والقاكم في رحلة جديدة من اسرار السعادة. دمتم في امان الله وخيره. مع السلامة.